إنه لشرف لي أن أكون في معيتكم في هذه المناسبة الطيبة، وأنا أشعر بأنني في قريتي في إندونيسيا. فقد سمعنا كلنا عن الكلمات في هذه البرنامج، وقد عرفنا من خلال هذه الكلمات شخصيات كثيرة الذي جاء من محلية مقاصر. رأيت هذه المعرض وأيضا بعض المنشورات بخصوص رجال وشخصيات من هذه المنطقة، وأنا أتفخر جدا بهذه الإنجازات التي وصل عليها أبناء مقاصر. فأنا في هذه اللحظة عرفت بأن جزيرة مقاصر التي تقع بين النيلين فقد خرج منه رجال الدولة كثيرا. فقد عرفنا من أن أبناء مقاصر فقد نجح في كل المجالات في السودان، سواء كان في الحكومة أو في مجال البنك أو كل المجالات الأخرى، حيث كثير من الأبناء المقاصر التي نجح في هذه المجالات. وأنا الحمد لله أنا أعتز بالنجاحات التي وصل عليها أبناء المقاصر. فإندونيسيا ومقاصر له علاقة قوية. وما أن يرسو بك النيل إلى فيحاء الجزيرة حتى تطالعك أرض القرآن وأشجار نخيل باسقات لها طلع نضيد. إنها جزيرة مقاصر من أقدم 3 جزر بالشمال، تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات شمالي مدينة دونغلا. يحدها من الجهة الغربية قرية أجايا الشمال، وامتداد قرى مراغة وكابتود وجرادة، وجزء من الجهة الجنوبية من قرية الزورات. يحدها من الجهة الشرقية مشروع السليم الزراعي حتى قرية أجادي شمالا، وتطل من الجهة الجنوبية على الجسر الرابط بين مدينة دونغلا والضفة الشرقية. أما من الجهة الشمالية فتحدها جزر أرتيغاشا وموسى نارتي، ثم جزيرة بدين. وترقد مقاصر على مساحة طولية تقدر بحوالي 13 كيلومتر وعرض 3 كيلومتر، ويقطرها حوالي 3000 نسمة أو يزيدون. وكما رمالها ونهرها ونخلها يستقبلنا أهلها، تعرفهم بسماهم بترحابهم بتلك الابتسامة البيضاء الصادقة. كل يدعوك إلى الدخول، فالدور عامرة بأهلها. هذه الأزقة الهادئة المطربة لا يشق صمتها سوى صوت ساقية تئن على الضفة الأخرى، أو نداء شاة صغيرة، أو ربما صوت طائر مغرد يعبر أشجار المانجو والنخيل. تجاوبه العصافير التي تتخذ جنات مقاصر مرتعا لها. المكان هنا أخضر والقلوب بيضاء والنيل أزرق مشبوب بحمرة الدميرة. إنها لوحة تزهو بالألوان حقا. يلجأ الإنسان في كل المجتمعات البشرية للتعاون من أجل تسخير معطيات المكان لصنع مجتمع متعاون معتد بثقافته، فيصبح المجتمع جزءا حميميا منه. فالمكان هو الوطن، والوطن هنا مقاصر التي تآلف سكانها من كل قبائل البلاد، فنسيجها السكاني خليط من قبائل الشايقية والدناقلة والجعليين والبديرية والكبابيش، وجزء من قبائل غرب السودان وجنوبه. هي سودان مصغر يعيش على جزيرة يحفها النيل، سكانها أهل يجمعهم مكان واحد، وعلى هذه النيمة يناقشون قضاياهم بشورى فطروا عليها، وفي ود صاف لا يعكره اختلاف الرأي، فهو هنا لا يفسد للود قضية. شركاء في سمرهم، فرحهم وحزنهم، الفرد فيهم جماعة، والجار يعشق للجيران من سبب، وقد يحبهم جدا بلا سبب.
الناس أروع ما فيهم بساطتهم، لكن معدنهم أغلى من الذهب. مواطن مقاصر معروف عنه طبعا يعني انه ناس متحدين عندهم قدر كبير جدا من التكافل الاجتماعي، سواء كان في المجموعه الموجوده في المهجر او المجموعه الموجوده في مقاصر او في الخرطوم او في الولايات الاخرى. ونحن من اقدم الناس اللي عندنا جمعيات وتعاون وتكافل في مجالات كثيرة جدا، ولدينا يعني عدد من الأعمال الخيرية تم تنفيذها بواسطة هذه الجمعيات، سواء كانت جمعيات المهجر أو جمعيات العاصمة أو في الجزيرة مقاصر. وحقيقة نحن إرسالة قديم جدا في مسألة التكافل الاجتماعي. سعيدة جدا في المساحة دي انه ارحب بالباش مهندس حسن عثمان محمد حمد، رئيس جمعية مقاصر الخيرية. مرحبا كثير يا باش مهندس عبر شاشة النيل الازرق. مرحب. تنظم جمعية مقاصر الخيرية هذا الملتقى تحت اسم الملتقى الاول لابناء مقاصر تحت شعار مقاصر الماضي الحاضر والمستقبل. وهذا الملتقى يهدف إلى عدة أهداف. يمكن من أكبر الأهداف أولا استنفاره لمقاصر وجمع وتنشيط العضوية لجمعية مقاصر الخيرية بولاية الخرطوم، ورفض أهلنا في الخرطوم وغير الخرطوم بجزيرة مقاصر لتحقيق بعض الأهداف وبعض القضايا اللي بنطرحها في الملتقى، يمكن أهمها إعادة إعمار أو تنمية مقاصر الشرق، مقاصر الجديدة. باشمهندس، يعني بصفتك كرئيس جمعية مقاصر الخيرية أكيد في أهداف أنتم وضعتوها وبناء عليها قامت الجمعية، شنو أبرز الأهداف؟ حقيقة عندنا أهداف كثيرة يمكن نذكر منها. يمكن الهدف الأول أولا ربط أهل مقاصر العضوية بالجمعية، دايرين نحيي نشاط الجمعية. الجمعية حقيقة كان هنا جمعية قديمة من أربعينيات القرن الماضي. الجمعية تنشط أحيانا وتكذب أحيانا، لكن هذه المرة نحن قصدنا إنه نستثمر كل الناس للجميع تقوم بطاقتها القصوى، الناس تعمل لإحياء الجمعية بصورة قوية وحشد الناس حول الجمعية. ويمكن دي النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا عدد من القضايا في خدمة أهلنا في جزيرة مقاصر، وعدد من القضايا أيضا العضوية في ولاية الخرطوم. عندنا عدة مشروعات نحتاج احنا إن شاء الله نسلط الضوء عليها لتحقيقها. مثلا من هذه الأهداف في مقاصر الشرقية محتاج إعادة تعمير. عندنا خدمات لابد أن تقدم، الكهرباء، المياه، وبعض الخدمات الأساسية لإعادة توطينها لمقاصر في مقاصر الجديدة. إضافة لكده نحن أيضا دايرين نجمع الناس حول مشروع كبير جدا، هو مشروع مقاصر الزراعي. ده احنا عندنا وعد في الولاية الشمالية إعطاء مساحة كبيرة من الأراضي في منطقة السليم، ونحن مستهدفين نجمع لمقادر الناس اللي عندهم إمكانيات مالية وعندهم خبرات في مجال الزراعة، في مجال العمل الحيواني، تربية الحيوان، المجالات المختلفة، لاستغلال هذه الأرض من أجل منطقة ومن أجل المصلحة العامة، يعني إعادة يعني تكون يعني استخدام هذه الأرض، استصلاحها وزراعتها خدمة للمنطقة وخدمة للوطن عموما، لأنه هذه المنطقة يعني منطقة خصبة وكثير من المحصولات النقدية ممكن أن تصل في هذه المنطقة، بس بستانية وبعض المحاصيل النقدية. سلام والسلام للورود والأزاهر، سلام للحنين كالسحاب فوق نماطر، سلام بالحروف التغني وتفاخر، برغم الشراد برغم الظروف الشداد والعواسر بيحلو الكلام حين يكون عن مقاصر. جزيرة ونمت، لا خداع لا مظاهر، جرى النيل كساها غويشة وأثاور، هي درة شمالنا وأغلى الجواهر،
تجلى الكريم فيها فنان وماهر، وده خلاها تنجب ملوك والقياصر، ودي ناس مقاصر. اسم له مصدر قاصرات أو قصور، تاريخ مخلد على مدى الدهور، وأمجاد تليدة كنحت الصخور، بنوها رجالا أضاءوها نور، والآن شبابة على الدرب ساير حتفضل مقاصر في نفس المقاصر. جزيرة الخلود والنعيم والمحنة، وسحر الجمال المخليها جنة، منبت حضارة وتاريخهن، مع الفجر غرد شاديها غنى، يخلي الخيال لها دايما مسافر يحل مقاصر. مقاصر تجلت على النيل عروسة، بقى النيل غطاها وكرسي جلوسة، تقبل مياهه كذا النيل يبوسة، يطيب خواطر نباته ونفوسه، عشان منه أخذت جبل الخواطر وتبسم مقاصر. مقاصر جزيرة وهي زي أحلى نغمة، على النيل رقادة وكاسيها عظمة، بطونة بتحمل 5000 نسمة، دناقلة ومحس مثقفين وكرمة، جميعا تربوا على شيوخ وعلماء، وده الخلى جيله محبوب وشاطر يمجد مقاصر. يا بلاد الشيوخ والنفوس الرضية، حماة العقيدة وأنصار هدية، أصحاب قلوب والسرير النقية، مواعي العلوم للنفوس الذكية، أنوار هداية ومنارات سخية، زمان سماح بذكر الله عاطر يعطر مقاصر. يا سليلة رجال مدهم من حثر، أمثال سركت الفقيه الأقر، تتلمذ عليه البدو والحضر، لبلاد الحرم قلبه حب السفر، استقر في مكة ونعم المقر، بعد تعلم وعلم والدين انتشر، اتجه شرق آسيا، وكان المغر حط في أندونيسيا، والعلم ازدهر، سفر لله في الله، ونعم المهاجر خرج من مقاصر. رجالك دروب صعيبة المسالك، غزوها العقول بل بنوها الممالك، لفقه الحنيفة وأنس بن مالك، أصاروا الطريق أناروا الطريق ظلمة والليل حالك، نفوس أبية روت من جمالك، الشيخ هارون كتب في رمالك، والشيخ سليمان علم واقف قبالك، شيوخ علموا ونجوا من المهالك، زكوا ترابك يا نعم الكوادر عشان من مقاصر. يا حليلكم يا هنا، يا حليل مقاصر لها شوكتنا، يا حليل الريح ايوه الدموع بالشوك تكب من يوم رحلنا، اهو منك يا ظروف عالكيف زعلنا، يا حليل الريح حليلكم يا هنا، يا حليل مقاصر لها شوكتنا، يا حليل الريح الليلة فينا كذبوا القالوا فتناها وفي سنها، قلنا يا هو طبيعنا ما غيرنا سنها، يا حليل الريح الليلة وطيبتم فينا نحن الزين في عنا، وسمعتم فوقنا سمحين زي شتنا، يا حليل نحنا زي قشن ما فرهد في سهمنا،
وزي الجزاير بتحيد خير شمنا يا حليل الريح وزي تمرنا لا تحيد شايل متنا ويا حلات القمري فوق ونقوق غنى يا حليل الريح حليلكم يا هنا يا حليل مقاصر ليها شوكتنا يا حليل الريح غزيرنا خلا يا اخي لقمتها برد حلو ان شاء الله ببصلة تزيد حلا تزايد حلا تزايد حلا
عشان باكر يسيل عسل